بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. النهاردة 1/11 زي ما قلتلكم قبل كده، وتم الإعلان عنه من حوالي أسبوع ان النهارده افتتاح المتحف المصري الكبير. طبعا هو خبر عالمي او افتتاح عالمي، وحاجة انجاز لمصر في عهد السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي انجازاته الكتير اللي رجعت علينا بالعكس. يعني المفروض ان انجازات الرئيس السيسي كانت المفروض ترفع من شأن المواطن المصري، لا، عادت على الشعب المصري بحاجات كتيرة مش كويسة. يلا الحمد لله على كل حال. مبارك على مصر افتتاح المتحف المصري الكبير، وعقبال افتتاح مشاريع كبيرة تدر على الشعب المصري ربح وإيرادات ورفاهية، عشان خاطر الشعب تعب بصراحة. طبعا زي ما انتوا عارفين وشايفين الترند اللي حاصل اليومين دول، رحمة محسن. مين رحمة محسن يا جماعة؟ عايزة اعرف مين رحمة محسن تاني برضو اللي شغلة الرأي العام، زيها زي مثلا سوزي الأردنية والناس دي كلها. مين رحمة محسن؟ مطربة شعبية، اللي هو الفن الشعبي والطرب الشعبي. طلعت طليقها صور لها صور مخلة، وتم نشر الفيديوهات، وهي طلعت كذبت الفيديوهات وقالت ان هو طليقها. انا مش بتكلم بقى في الفيديو ورحمة محسن والكلام الفاضي ده. انا دلوقتي بتكلم في تفاهتنا احنا كمصريين. احنا اللي عملنا رحمة محسن خليناها تطلع، واحنا اللي هنغسل برحمة محسن الارض واللي زيها واشكالها، اللي بقت خلاص بقت هي ايه، القدوة الحسنة للبنات. زي ما قلت لكم، البنات دلوقتي عايزة تطلع يا رقاصة يا ممثلة يا مغنية، 3 حاجات. يا تيك توكر بقى على التيك توك واللي انتوا عارفينه. الستات، بالنسبة للستات والمصريين، الستات المصرية عايزة تطلع تشتغل رقاصة، عايزة تطلع تشتغل ممثلة، عايزة تطلع تشتغل مغنية، يا تيك توكر على التيك توك. لكن بقى مفيش الحلم ان ابقى دكتورة، مفيش الحلم ان انا ابقى مهندسة كويسة، مفيش الحلم ان انا مثلا ابقى طبيبة اسنان، مفيش الحلم ان انا ابقى مدرسة كويسة، مفيش الحلم ان انا ابقى مثلا من ضمن الوظائف الجميلة اللي انا بعاصرها في حياتي اخصائيات التمريض الكويسين، التمريض الكويسين. مفيش ان البنات ما عادتش عايزة تشتغل، عايزة اشتغل ال4 حاجات اللي انا قلتهم لكم دول. ليه؟ بسبب الهبل اللي احنا بنشوفه على تيك توك وعلى السوشيال ميديا. يطلع تركي الشيخ يتكلم في حق الأستاذة رحمة محسن، وهي تروح تغني في السعودية. تركي الشيخ اللي عمال يشتم في مصر والمصريين، تركي الشيخ اللي ما كانش عندهم أصلا بلد، بتوع رعاة الغنم، بتوع الصحراء البدو، فبيتكلم بالملايين وبالمليارات. تركي الشيخ اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، اللي اتعلم القراءة والكتابة عندنا. الشعب السعودي على راسنا من فوق، شعب يحترم، لكن الطائفة برضو اللي موجودة في السعودية دلوقتي، ومنهم تركي الشيخ اللي عمال يغلط في مصر والمصريين. مصر دي أساس العالم كله. لولا مصر ما كانش فيه السعودية. لولا مصر والمصريين والمدرسين المصريين والمهندسين المصريين والدكاترة المصريين والتمريض المصريين وكل فئات المجتمع المصريين اللي شغالين، لولا هم يا تركي الشيخ ما كانتش السعودية، ولا كانت الكويت، ولا كانت قطر، ولا كانت عمان، ولا كانت الإمارات، ولا كانت أي دولة عربية. أساس كل الدول العربية مصريين. رحمة محسن بقى طلعت راحت هناك، وهو دلوقتي بيدافع عنها وتولى القضية بتاعتها. مين رحمة محسن؟
طالع برضو تامر امين عامل حلقة مخصوص كده علشان خاطر يتكلم عن رحمة محسن. يا استاذ تامر امين، يا اعلاميين، حرام عليكم، كفاية كفاية، ابوس ايديكم كفاية. فيه ناس تانية في المجتمع تستاهل ان احنا نتكلم عنها. اتكلموا عن الناس اللي هتترمي في الشارع بعد 7 سنين، الناس اللي الايجار زاد عليها ومش عارفين يدفعوه، الناس اللي بيوتها اتهدت عليها واصحابها في الشارع، اصحابها في الشارع. انا اعرف ناس في المنيب كانت المشكله بتاعتهم شغاله لحد دلوقتي، الناس قاعده في الشارع لحد دلوقتي والمحافظ مش عارف يعمل لهم حاجه. دي الناس اللي المفروض احنا نتكلم عليها، دي الناس اللي المفروض احنا نوصل صوتها. مين رحمه محسن؟ داعيه اسلاميه رحمه محسن دي ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني. عشان طلعت في مسلسل اللي هو كان اسمه ايه بتاع احمد العوضي اللي كله بلطجه وقله ادب ووساخه، ده في رمضان، وعملت الاغنيه اللي اتشهرت بيها وطلعت بها ترندي، انا ياما الزمان ياما دغدغني. احنا الزمان مدغدغنا يا ست رحمه محسن، يا استاذ تامر امين، ان احنا الزمان دغدغنا لوحدنا. بدل ما حضرتك تعمل حلقه مخصوص وتطلع كده بجلاله قدرك يعني، وتطلع تعمل ساعه ولا ساعتين على الهوا وتتكلم عن رحمه محسن، لا، اطلع اتكلم عن الايجار القديم والقانون واللي هيحصل للناس بعد 7 سنين والمجازر اللي حاصله دلوقتي، الناس اللي بتقتل بعضها والمستاجرين اللي بيقتلوا المؤجرين والمؤجرين اللي بيقتلوا المستاجرين والمدنيين اللي ضاعوا في النص ما بين دول ودول. انت طالع تتكلم عن رحمه محسن؟ مين رحمه محسن دي؟ اتكلم على افتتاح المتحف والانجاز اللي عمله السيسي، ما ده انجاز برضه في حق مصر والمصريين، بس يا ريت الانجاز ده يعود على المصريين بفايده، مش برضه مهما نعمل مشاريع ومهما نفتتح ومهما نعمل كباري وطرق برضه مصر مديونه، والسولار يغلى والبنزين يغلى والاكل يغلى وما احناش لاقيين ناكل وبقينا مديونين وبناكل بالدين وحاجه اخر قرف. لكن رحمه محسن طالعه تغني في السعوديه بتقبض بالدولار، ملهاش اي 30 لازمه. جرايم القتل اللي بقت ماليه الدنيا، العرايس اللي بتموت، اللي القيامه قربت تقوم يا جماعه، موت الفجأة وخاصة موت العرسان اللي عماله تموت، الشباب اللي عماله تموت، الاولاد الصغيرين اللي عمالين يموتوا، الجرايم اللي بقى بيعملوها الاطفال لان مفيش وعي ولا في تربيه، بقى في جهل وفي مرض، لا في تعليم ولا في صحه ولا في اكل ولا في شرب. ازاي احنا عايز تقضي على امه وعلى دوله، احرمها من التعليم والصحه. اكتر حاجه تحارب بيها الدوله وتكسر بيها شعب الجهل والمرض، الاتنين. واحنا الحمد لله المسؤولين عننا ورئيس الوزراء مش عايزيننا نتعلم، وكل يوم والتاني يحطوا لنا مسؤولين يخربوا البلد اكتر ما هي خربان. موضوع مهم النهارده يا جماعه. ترند رحمه محسن، ايه رحمه محسن دي؟ ولا ليها اي 30 لازمه. الموضوع بتاعنا المهم اللي المفروض الاعلاميين وكل المسؤولين يتوجهوا له، اللي هو موضوع الايجار القديم. بعد 7 سنين الناس هتترمي في الشارع. اخر تطورات الايجار القديم لحد دلوقتي ما احناش عارفين. الشهر اللي جاي ده 1/11 اللي احنا فيه ده الشهر الثالث بالنسبه لدفع الاجره 250 جنيه. لجان الحصر بيقولوا هتتمد كمان 3 شهور، ما نعرفش ايه اللي هيجرى. فالمفروض بدال ما نركن الموضوع على جنب ونسكت ونستنى نشوف ايه اللي هيحصل، لا، المفروض الاعلام بتاعنا يطلع يقول ويتكلم ويصحصح الموضوع تاني من جديد، ويقول الناس هتعمل ايه بعد 7 سنين. علشان خاطر المنصة احنا مش عارفين نسجل على المنصة. ناس كتيرة قوي بعتت لي انا شخصيا وقالت لي ان احنا مش عارفين نسجل على المنصة. انا عن نفسي ما سجلتش على المنصة.
ليه؟ لان من الناس اللي ابتدت تسجل مفيش حد سجل على المنصه، مفيش تسجيلات على المنصه، مفيش منصه اصلا. ومن شرط المنصه انك انت تتنازل عن عقد الايجار الحالي اللي انت قاعد فيه، ايا كان انت مستاجر اصلي او ممتد اليك عقد الايجار. فيا ريت يا جماعه نوجه دماغنا كلنا، واللي يقول كلمه هيتحاسب عليها يوم الدين. انا بس كل واحد يراعي ربنا في الكلمه اللي بيقولها، لان احنا العمليه كلها متر في متر، محدش هياخد حاجه معاه، لا اللي عنده قصر هياخد حاجه معاه ولا اللي نايم على الرصيف هياخد حاجه معاه. ده كفايه ان انا قريت خبر على جوجل ان الميت عشان تصريح الدفن اللي كان ببلاش الميت بقى بيدفع 350 جنيه عشان ياخد تصريح الدفن اللي كان ببلاش. فنايس ايه تاني؟ حتى الاموات بقوا بياخدوا عليهم فلوس. الاحياء مش لاقيين ياكلوا ويشربوا، لا عاوز يا كمان الاموات، الراس اللي تموت، الشخص اللي يموت بيتاخد عليه 350 جنيه تصريح دفن اللي كان ببلاش. اللي كان بتاع الصحه لما تروح كنت تطلع منه تصريح دفن يقول لك الله يشد حيلك والبقاء لله، ويديك التصريح ويقول لك اتكل على الله عشان ايه؟ تستر الجثه بتاعتك. لكن دلوقتي تصريح الدفن ب 350 جنيه. دلوقتي الدوله ومن المسؤولين مش لاقيين حاجه ياخدوا منها فلوس، فقالوا ناخد على الميتين. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه يا احلى حبايب واحلى متابعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.